ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. أنا يعني من يعتذر لإزعاج حضرتك. لا يا فندم، انت تنور. الله يكرمك. أنا حازم صلاح أبو إسماعيل. ايوه طبعا يا اخي الكريم، معروف. الله يبارك فيك. أنا عارف إن أنا بزعجك، ربنا يحفظك يا رب العالمين. لا يا اخي، لا ابدا. إن شاء الله تكون بخير، والأسرة والجميع. الحمد لله رب العالمين. شوف، أنا بس حبيت أقول لحضرتك، يعني شوف حضرتك، كل اللي أنا سبته مكتوبا في الورقة، شايف يعني بيجد حثيثا ازاي دكتور عصام. يعني شايف حضرتك ميدان التحرير دلوقتي 3-4 ساعات بيضربوا في بعض، وهناك الكربة الأسبوع اللي فات، وادي ميدان التحرير، وجنبان جامع محمود، وموضوع أحمد شفيق، وموضوع النصارى، وبدأت نقطة بعثرة الناس. يعني الوضع مش هيفضل أيام ولا أسبوع ولا أسبوعين بالصورة المحتشدة، أو إن الناس على التمزيق يجري على قدم وساق. أنا أخشى. مش مختلفين على كده إطلاقا. احنا مش مختلفين على هذا، ان في ثورة مضادة وفي ناس هتقعد تعمل هذا وهتعمل كل هذا. هذا شيء لا يختلف عليه أحد. القصة ان انت كنت بتتكلم في اتجاه تاني خالص، ان ده ما هو ده كلام شغل الحزب الوطني وشغل البابا وشغل للاسف اخواننا السلفيين اللي هم بيساعدوا على هذا، وشغل الامن الدولي.